السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأزمة إمام عاشور أزمة يعني مفتعلة من لاعب عقليته الاحترافية صفر وأقل من صفر كمان. للأسف إمام عاشور ما بيتعظش، فاكر إن هو لما يعمل الحركات اللي هو بيعملها دي هيضغط على إدارة النادي الأهلي عشان لو جاله عرض احتراف يطلع بره. وطبعا انا هحكي كام رواية حصلت لغاية دلوقتي وقتنا هذا الحالي، من ان هو تمرد وان هو راح بناء على توجيهات ادم وطني، اللي ادم وطني طلع قال انا ماليش دعوة باللي هو عمله. ودي مشكلة برضو، ودي عقلية اللاعب المصري. ده يجيب لنا برضو ان انت إدارة النادي الأهلي برضو، يعني أنا مش هقول لك، أنا واحد من الناس اللي شايف إن الصفقة بتاعت إمام عاشور دي هي وزيزو صفقات هتفيد الفريق، بس في نفس الوقت كيدية لنادي الزمالك. شغل بقى احنا بنخطف لاعب من هنا ولاعب من هنا. ودلوقتي الناس تقول لك اصل ده عصر الاحتراف. يا باشا انا ما عنديش مشكلة عصر الاحتراف، يبقى تديني زي ما انا هديك. معلش، في رواية اتقالت ان ادم وطني هو اللي قال له اعمل كده واتنمرض علشان لما كان جاي لك عرض تقريبا، والله اعلم والعقده على الراوي، ان كان في عرض كبير من الدوري الامريكي واترفض، لان انت في الوقت ده انت في وقت حرج للنادي الاهلي. ده حاجة. الحاجة التانية ان هو اتبلغ طبيب النادي الاهلي قبل السفر بالليل، قال له اصل انا تعبان يا كابتن مش عارف ايه، واذن لي ان انا ما اسافرش. فطبعا دكتور النادي الاهلي قال له لا تيجي لي عشان اكشف عليك. فمن هنا اتقفل التليفون والبعثه استنيته لمده ساعه. طيب، حاجه تانية، هو انت يا ابني مش مقدر النعمه اللي ربنا مديها لك؟ والله يا ابني انت بتقبض ملايين، غيرك بيشتغل عشان 3 4000 جنيه عشان يكفي نفسه. فانت يا ابني النعمة اللي في ايدك دي اقسم بالله ممكن تزول من البطر. سبحان الله، لعيبة والله. وده يرجعنا برضو لعنوان الفيديو، عقلية اللاعب المصري. اللاعب المصري هنا انا خدت شهرة نجومية، انا الكابتن راح الكابتن جه، والمشكلة ان هو لما بيطلع يسافر بره ما بيعملش حاجة. ليه؟ لان الناس بره عقليتها احترافية بجد. وهو ده اللي نجح محمد صلاح، عمر مرموش، قبل كده نجح لعيبة تانية. بس للأسف يعني انت عندك امثلة زي ميدو. ميدو كان المفروض مكسر الدنيا، بس عقليته شكرا ودته في حتة تانية خالص تحت. شيكابالا اللي من امهر الموهوبين، بس للاسف العقلية ودته في حتة تانية. للاسف يا جماعة هي دي عقلية اللاعب المصري. ولا ننسى الطلقة البلدوزر عمرو زكي اللي كان متربع على قمة هدافين البريمير ليج ب10 اهداف، وبرضه بعد ما رجع من المنتخب برضه العقلية برضه اللي ودته في داهية، بعد ما كان ولا مؤاخذة كشافين مانشستر يونايتد ريال مدريد بيتكلموا عليك. انا نفسي افهم يعني هو ليه كل صفقة من نادي الزمالك تيجي للنادي الاهلي يعني فيها مشاكل؟ هو انت يا ابني ما بتتعلمش الالتزام؟ يعني الناس قالت اصل اتخانق مع الشناوي، والناس طلعت كدبت الاحاديث والكلام ده، وبعد كده عرفنا ان كهربا برضو غلط في محمد رمضان. انا مش فاهم فيه ايه. هو انت يا ابني فاكر ان نادي الاهلي ده زي اي نادي في مصر؟ انا مش هقول بقى لا زمالك ولا بيراميدز ولا اي حاجه. نادي الاهلي يا ابني منظومه احترافيه اوروبيه. هتلعب كان بها، مش هتلعب هتطلع عينك. وانا بقى مع احترامي، لو جالك عرض من ريال مدريد وبرشلونه، انا لو من اداره النادي الاهلي لا يا باشا، ما يكمل عقده السنتين ونص اللي معايا، وكده كده النادي الاهلي هيديله مستحقاته عشان ما يروحش يشتكي. هنحطك بقى في الفريق الرديف الشباب، دي على حسب الرؤيه. وللاسف يعني انا عارف ان اداره النادي الاهلي النهارده يعني او امبارح طبقت العقوبه، اكبر عقوبه 1.5 مليون، وايقاف اسبوعين ونزول التدريب منفرد. وبعدين احنا كده ان اداره النادي الاهلي، انت اي لاعب بعد كده خلاص عرف ديتك. زي زفت الطين اللي كان هو بيلعب عندنا، وسام ولا مؤاخذه ضغط على النادي الاهلي ومش عارف ايه ومش عارف ايه، والاهلي قال له طب لا هات عرض، بس عرض كولومبوس كرو كان اقل، وبعد كده النادي الاهلي خد فيه ال 10 مليون اللي هو عايزهم. فخلاص بقى انت كل واحد بقى عرف بقى الديه، ان انا بقى اقعد اعمل حوارات ومشاكل. وكمان في حديث تاني ان انت حصل مشكله مع محمد هاني ساعه ماتش وادي دجله. لا انا اللي عايز اشوط البيلنت، في محمد هاني قال لك لا، اقاويل كتير ومواويل كتير احنا كنا في غنى عنها،
وفي غنى يا ابني ان يطلع واحد صحفي زملكاوي يقول لك اصل مش عارف ايه وهم متعودين على الاهانه وبتاع مش عارف ايه. ليه يا ابني تخلي ليه يا امام تلم الدبان علينا؟ خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم. للاسف يعني انا اتمنى ان اداره النادي الاهلي تبقى شديده بقى بجد، وان حتى لو امام ده 80% من الفرقه، لا يا باشا يقعد ويتأدب ويطلع عينه، عشان بعد كده يبقى عبره لكل اللعيبه. لان بعد كده اي لاعب هيجي يضغط عليك ويقول لك مع السلامه، ديتها ايه؟ اتمنى يعني ان شاء الله ان الاهلي يكسب بكره من غير امام. ده حاجه التانيه اللعيب ده ان الاداره بقى تشوف له بقى ايه صرفه معاه، لان كده ما بقاش ينفع. اداره النادي الاهلي لازم تبقى شديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.